أحباب الكرام، نجتمع في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، هذه اللحظة التي تمايز فيها أهل الحق الذين يسندون القضايا العادلة في الشعوب على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم مع أهل الباطل المتواطئين مع الصهاينة الغاصبين والمطبعين وغيرهم ومن والاهم من المفسدين. نجتمع بحول الله تعالى في مبادرة تعد الأولى من نوعها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يكتب لها القبول والتوفيق والسداد. هي مجموعة علمائية مغربية لإسناد القضية الفلسطينية المنضوية تحت منتدى الاجتهاد المعاصر للعلماء. لجنة علمائية هدفها هو الإسناد العلمي للقضية الفلسطينية، هذا هو الهدف الذي اجتمعت حوله وأسست هذه اللجنة لتجمع الباحثين والعلماء وتهتم بالقضية الفلسطينية، لأننا لاحظنا أن القضية الفلسطينية يعنى بها في جوانب متعددة، من الجانب السياسي، من الجانب يعني الدعم المالي وإلى آخره، وحتى جهة المقاومة. لكن البحث العلمي لمساندة القضية الفلسطينية هو يأتي للرد على الأطروحات الصهيونية التي هي بنفسها تعتمد على أو تدعي أنها تعتمد على العلم والمعرفة تزييفا للحقائق ويعني وتشويها للتاريخ. فلذلك فهذه اللجنة العلمية أتت للإسناد العلمي للقضية الفلسطينية، وهذا هو الهدف الذي نرمي إليه. الفكرة هي أن علماء المغرب هم جزء من علماء الأمة الإسلامية، والمغرب كان له قصب السبق في مساندة طوفان الأقصى والمظاهرات الضخمة التي كانت تخرج في مدن المغرب ولا زالت تخرج إلى الآن في جميع مدن المغرب. كانت مظاهرات يعني مؤثرة جدا في أهل غزة، حتى إنهم يعني شعروا بأن المغاربة دائما بجوارهم، ولكن صوت العلماء لم يكن بارزا، ولذلك أحببنا أن يكون للعلماء أيضا صوت بارز في هذه. يعني الحمد لله هناك العديد من العلماء والدعاة والمشايخ الذين تكلموا أو تحدثوا في خطب الجمعة أو في دروس خاصة أو على وسائل التواصل، نعم، لكن أردنا أن تتحد جهود العلماء في تحت مظلة واحدة، ويكون لدينا جهود وأبحاث وما إلى ذلك لها تعلق بما يحدث في فلسطين وفي الأرض المقدسة. فلذلك أسسنا هذه الجمعية. حقيقة يعني ما ذكرتموه هو مقدمة لهذا، هو تنظير معاكس مقلوب لدور العلماء وواجب العلماء تجاه الأمة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا لم يرثوا الأنبياء في الإصلاح وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا سيرثونه؟ المقاصد في مجال أصول الفقه، في مجال الفقه، في مجال الدراسات القرآنية، في مجال قواعد تفسير النصوص، هذه كلها جبهات يجب أن نشتغل عليها كمجموعة علمائية مغربية. سعداء بهذه المبادرة الطيبة المباركة وعلى درجة كبيرة من الأهمية، بالأخص في هذا السياق الذي تعيشه الأمة الإسلامية، سياق طوفان الأقصى وما تلاه من تداعيات ترتبط بمصير الأمة التاريخي وبقضايا الوطن، لا سيما ما يتعلق بالانعكاس الخطير وهو التطبيع. والعلماء مدعوون في كل محطة من المحطات والمناسبة من المناسبات التي يعيشونها أن يبينوا وأن لا يكتموا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن فالبيان يكون بالمواقف، يكون بالكتابة، يكون بالتأليف، يكون بالتدوين، يكون بالمواقف، وعكس كل ذلك وهو الكتمان، بما يعنيه من مناصرة للظلم، بما يعنيه من أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، بما يعنيه من تواطؤ على ظلم الظالمين وعلى الانصراف عن نصرة المستضعفين. من هنا تأتي أهمية إشراك العلماء في كل ما يتعلق بالإسناد العلمي للقضية الفلسطينية.
هذا الإسناد العلمي بطبيعة الحال ينتظم عدة أمور وعدة تخصصات من مقاصد الشريعة. ما هي مآلات الإسناد في الواقع؟ ما هي مآلات التواطؤ مع العدو؟ ما هي مآلات السكوت عن جرائمه؟ ما هي مآلات السكوت عن المتواطئين معه؟ وكذلك ما يتعلق بالحديث، ما يتعلق بالفقه، ما يتعلق بكل الحقول المعرفية المتكاملة فيما بينها. وكلنا أمل إن شاء الله تعالى أن تتحول هذه المبادرة إلى مؤسسة راسخة ترسخ لتقاليد علمية وإسناد حقيقي للقضية الفلسطينية كما كان ديدا العلماء طيلة التاريخ الإسلامي.